اهلا وسهلا. اخباركم ايه؟ آه طبعا في العشر الاواخر كان نفسي قوي نبقى موجودين مع بعض زي كل سنه في الفجر. آه بس ان شاء الله ملحوقه باذن الله، باذن الله السنه الجايه. انا كويسه الحمد لله. موجوعه شويه بس كويسه. و والجو لطيف جدا زي ما انتم شايفين. انا قاعده بقى بسلي نفسي عندي حالة من الابتسامة الدائمة اللي موجودة على وشي كل ما بتفرج على عمرو أديب. بيج تايم. قد ايه الواحد طول ما هو عايش فعلا بيتعلم ازاي ممكن الواحد يعمل حوار راقي جدا وبيوري معلومات عن الضيف قيمة جدا، وبتخليك تعرف الضيف اكتر من غير ما تتكلم على حد ولا تجيب سيرة حد ولا توقع بين حد وحد. عمرو أديب فعلا مع حفظ الألقاب، الأستاذ عمرو أديب لك كل التقدير والتحية بجد على، يعني دايما يقولك ايه ده عشان جايب نجوم جامدين جدا وفلوس كتير قوي. لا لا، على فكرة يعني كان معاه ناس من الخليج، انا يعني جهل مني يعني معرفهمش قوي، واستمتعت جدا بالحوار. بتعلم منه طول ما انا عايشه الحقيقه، وبشكره جدا 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 انه امتعني. يعني انا طول ما انا تعبانه اليومين اللي فاتوا، طول ما انا بتفرج على البرنامج والله العظيم عشان تعرفوا بس ان الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه دول حاجات معديه. انك لما بتتفرج على حاجه اجلي او مش حلوه بيجيلك طاقه سلبيه، لما بتتفرج على حاجه حلوه قوي بتفضل مبتسم. فانا طول الوقت مبتسمه من هنا لهنا وانا بتفرج عليه وعلى ضيوفه طبعا الكرام يعني. آه ف برافو يعني، امتعتني. و انا لسه ما تابعتش اي مسلسلات في رمضان. تابعتوا اي حاجه انتوا؟ ان شاء الله بقى بعد رمضان بقعد اتفرج زي السنه اللي فاتت. بعد ما رمضان خلص قعدت اتفرجت على مسلسل منى زكي، على جعفر العمدة طبعا. السنه دي لسه، بس شكل مسلسل محمد امام حلو قوي، والمسلسلات كلها حياة لطيفة، وحكاية ال15 حلقة دي جميلة جدا. انا بس بطمنكم عليا، انا كويسة الحمد لله، وان شاء الله انتظرونا بعد العيد في برنامج باذن الله. هنقدم لكم محتوى جديد ولطيف، وهنغير كتير قوي في البرنامج. هندي طاقة ايجابية على قد ما نقدر، وطبعا الدور التوعوي هيبقى موجود بس مش من خلال الحاجات السلبية كتير، عشان احنا محتاجين ان احنا ننبسط و... ويبقى يعني نفسيتنا احسن. ان شاء الله اشوفكم على خير، وهقول لكم على مواعيد البرنامج بالظبط باذن الله قريب جدا.